خلاص. ندخل بقى على المسقعة المصري جميلة بتاعتنا اللي مفيش احلى منها في الدنيا. هنجيب فصين توم ونحطهم في الزيت ونبدأ نقلبهم. اول ما تلاقي التوم بدأ يغير لونه، تكوني مجهزة جنبك معلقتين ملح، معلقتين سوري خل. اسفة، معلقتين خل. انا سرحت في المسقعة كده. اللون ده حلو جدا، تنزلي بقى بمعلقتين الخل بتوعك. بصي في المرحلة دي ريحة البيت بقت مسقعة خلاص، كده انتي عملتي المسقعة بتاعتك. تحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وطبعا هتكوني عصرة طماطم هتنزلي بيها. يعني المسقعة دي هم عليهم 2 عصير يعني 2 حبة طماطم. وطبعا الملح والفلفل الاسود بتاعك.